اقسم بالله من كتر ما الدنيا بقت صعبه والدنيا بقت زي الزفت، الواحد قابل على نفسه إن هو يشتغل اي حاجه عشان خاطر الجنيهين ومصروف اليوم والديون اللي عليه والمصاريف وحاجه زي الزفت. اقسم بالله حاجه زي الزفت. انا قاعد في صحراء دلوقتي حالا، اقسم بالله زي صحراء، شبه صحراء، قاعد بكلم نفسي، بكلم الحيطان. بص بره صحراء، قاعد لوحدي بايت من امبارح عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر جنيهين تلاتة بس، والله العظيم عشان خاطر جنيهين تلاتة. يعني انا بقيت ماشي بكلم نفسي، حتى بتكلم في الفيديو ده انا مش عارف انزله ولا مش هنزله، قاعد بكلم نفسي فيه اصلا. اتخنقت، اتخنقت، حتى مش لاقي حد اشحن منه اشحن منه كارت كده فكه اتفرج بيه على الماتش بتاع المنتخب النهارده. مش عارف اعمل ايه، اقسم بالله ما عارف اعمل ايه. انا الحياه بقت صعبه قوي في الوقت اللي احنا بقينا فيه ده. احنا كشباب مطلوب مننا اللي احنا نتجوز ونبني بيت ونجيب اجهزه وعفش وفرح ودخله الدنيا بجد صعبة أوي، صعبة أوي في اليومين اللي احنا فيهم دول. حتى اللي داخل جمعيات، يعني حتى لو مثلا داخل جمعيات وفكر تقبضها، عبال اصلا ما يجي دورك انت تقبضها اكون الجنيه ده اصلا ملوش لازمه. يعني انت مثلا داخل جمعيه نقوله مثلا هتقبض مثلا 10000 جنيه، مش مبلغ، 10000 جنيه، هتاخد ال 10000 جنيه دول. انت الدور العاشر يا عم، الدور الاخير يا عم، مش الدور الاخير، ايه الدور السابع، هتاخد مثلا الدور السابع ولا الكلام ده كله، يعني بعد 7 شهور. بعد ال7 شهور دول هتاخد ممكن 10000 جنيه دول. ممكن تركب اللي هو محطة بحري، مشروع محطة بحري، ممكن تلاقي المواصلة مثلا عاملة 5 جنيه. ممكن تلاقي 10000 جنيه دول اقسم بالله يجيبولك ايه؟ ده انا مستعجب بقول 10000 جنيه اصلا، اقسم والله العظيم مستعجب بقول 10000 جنيه. ده احنا كنا بنقعد نقلل زمان، يقول لك تدي لابنك 50 جنيه يجيب بيه باكو شيبسي وكده. والله شكلها هتحصل الايام دي، شكلها تحصل. وبالذات مثلا الثانويه العامه امتحاناتهم والكلام ده كله، فيقول لك الثانويه العامه مش عارف الدرس كان على ايامي كان عامل كام، الحصه كانت عامله 20 جنيه، من 15 ل 20، ويوم ما يتمعظم قوي 25 جنيه. ده بايه؟ ده بالسنتر. 25 جنيه ده بالسنتر. تعالى انت دلوقتي يقول لك ايه، 80 جنيه مدرس، 80 جنيه مدرس يفضل يعمل لك 80 جنيه مدرس و10 جنيه سنتر، مش عارف ايه، مذكرة 30,000 جنيه. على ايه يا عم الحاج؟ على ايه؟ اقسم بالله عندي اخوات صغيرين والله العظيم انا ناعي همهم، اقسم بالله لما يكبروا يخشوا ثانوية عامة واللي عندي اللي في اولى ثانوي، وربنا يسترها، ربنا يسترها علينا وعلى كل اب وحاول اللي عندهم توأم دول، اللي عندهم توأم دول في ثانوية عامة في سنة واحدة. انت متخيل؟ في سنة واحدة دول هيطلع 3 عين أمهم، والله هيطلع 3 عين أمهم دول في ثانوية عامة. دول حاجة صعبة. بص من كتر الحاجات الغالية والزهق اللي أنا بقيت فيه، داخل أتكلم في موضوع لقيت نفسي بتكلم في موضوع تاني خالص، وأنا أصلا كنت فاتح الفيديو ده عشان أتكلم فيه عن الماتش بتاع النهاردة، بس مش عارف، زهق بما فيه الكفاية. اقسم بالله زهق بما فيه الكفاية. انا اتخنقت منك لله اللي وديتني هنا. انا صاحي من النوم جالي تليفون، يلا في مصلحة كويسة هننزل. فين؟ في الساحل في سيدي عبد الرحمن. قمت اتنطرت من على السرير قلت يلا بينا اهو ساحل بقى والدنيا كويسة والدنيا جميلة وشورتوه بقى وايه، وهنضف عيني واشوف بقى ايه حريم جامدة ويلا. لقيت مرة واحدة رايح قاعد في مكان، يا خبر ابيض. استنوا والله لو اوريكم، والله لو اوريكم. انا مطلوب مني ان انا اقعد هنا لوحدي، مطلوب مني ان اقعد هنا لوحدي لمدة يومين 3. الصبح بالليل بقى دخل عليا حرامية، دخل عليا اي بتنجان، انا قاعد لوحدي ولا عارف اعمل اي حاجة، ولا عارف اغير، ولا عارف اخد دش، ولا اي حاجة خالص. مفيش غير بس حمام نتن صغير داخل بظبط حالي فيه
كده يعني زي اي حد يعني، مظبوط حالي فيه وكده، وربنا يسترها. يعني في استراحه كده جنب مننا، داخل اطلب منه واحد قهوه مناديل، بقول له انا جاركو هنا وشغال على بابا الله، وده بيعاملني معامله اوسخ من السايح، يعني اللي هو انت تعالى ده انا هفتشك، والله لا فتشك. طب كام يا عم الحاج؟ لقيته بيقول لي مش عارف واحد القهوه داخل في كام. جبت واحد قهوه وقلت له اديني شويه سكر صغيرين كده، كله على بعضه 35 جنيه. يا عم ده انا جنبك، انا مفيش ليا مكان اشرب فيه قهوه، والقهوه ام 7 جنيه و8 جنيه، اللي هو اصلا احنا شايفينها اللي هي غاليه. يقعد بيحاسبنا على هنا ب 30 جنيه وبيديني شويه سكر قد كده صغيرين، اللي هم معلقتين سكر، بيقول لي 5 جنيه، بدل ما يقول لي خد انت جارنا انت هنا. مش عارف، الدنيا زي الزفت. يلا، وانا مروح اعمل لهم فيديو تاني اقول لكم ان انا وصلت بالسلامه